الفنانة شادية عبد الحميد من نجوم السينما المصرية عاشت تجربة روحانية غيرت مسار حياتها بالكامل، وكشفت في حديثها الصريح مع برنامج قعدة ستات عن اللحظة الفارقة اللي دفعتها لاتخاذ قرار ارتداء الحجاب، وازاي أثرت هذه الرؤية في المنام على مسيرتها الفنية. شادية تحدثت عن تفاصيل مشاعرها في اللحظة دي وازاي اتعاملت مع التغيرات اللي حصلت في حياتها بعد القرار. تعالوا نشوف اللي قالته الفنانة شادية وكواليس ارتداء الحجاب. اسمع معايا الفيديو ده. الفنانة شادية عبد الحميد اتكلمت في لقاء مع برنامج قعدة ستات اللي بتقدمه الإعلامية مروة صبري على قناة ألف اليوم، وقالت إنها كانت دايما حذرة في كلامها علشان السوشيال ميديا بقت سيف على رقبة الكل، لكن اللي حصل معاها كان أكبر من أي حاجة، فقررت تحكي عن تجربة غيرت حياتها. شادية حكت إن كان عندها رغبة كبيرة في لبس الحجاب، لكنها كانت مترددة، وفي يوم شافت رؤية كان فيها الشيخ الشعراوي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي سألها انت ليه مش محجبة؟ فردت على سيدنا النبي حاضر هلبس الحجاب. وبتقول شادية انها اول ما صحيت من النوم حست براحة نفسية كبيرة وقررت تلبس الحجاب من غير تردد، وكمان بتقول ان الرؤية دي هزتها من جوه وخلتها تاخد القرار فورا. وبالنسبة لشغلها في الوقت ده قالت شادية انها كانت بتحضر مسرحية مع الفنان الراحل فاروق نجيب، وكان كله جاهز للعرض، لكنها فجأة اتصلت بيهم في المسرح وقالت لهم انها مش هتيجي. راح فاروق نجيب اتصل بيها وقال لها مش جاية ليه؟ فردت عليه معلش مش قادرة انزل، مش عاوز اشتغل. ففاجئها بسؤاله انت اتحجبتي؟ شادية قالت كمان انها مرتاحة جدا بقرار الحجاب وان عمرها ما ندمت عليه، وبتقول كمان انه لو جالها شغل بالحجاب اهلا وسهلا، ولو ما جاش هي كده مرتاحة. وكشفت شادية عن موقف غريب حصل لها بعد ما لبست الحجاب، وهو ان اول شهر بعد الحجاب اتعرض عليها شغل اكتر من اللي اتعرض عليها طول حياتها، ورغم الاغراءات دي رفضت من غير زعل او ندم. وبالنسبة للسوشيال ميديا شادية بتقول انها عندها صفحة عليها بس مش منتشرة فيها عشان بتخاف منها وبتشوف عليها حاجة تخوف. مين بقى شادية عبد الحميد وابرز اعمالها الفنية؟ الفنانة شادية عبد الحميد كانت قدمت في رمضان 2021 مسلسل لعبة نيوتن، وقدمت فيه دور مميز كزوجة والد محمد فراج اللي قدم دور الشيخ مؤنس، وشاركت في أعمال كتيرة زي إسماعيلية رايح جاي، كاتبة الأعدام، الكراج، وامرأة قايلة للسقوط، وكتير من المسلسلات زي حكايات زوج معاصر، إمام الدعاء، والسيرة الهلالية. بدأت شادية مشوارها الفني بعد دبلوم المعهد الفني التجاري، وحققت نجاحات كبيرة في التلفزيون والمسرح، وفي 2003 فاجأت جمهورها بقرار الاعتزال ولبس الحجاب، لكنها رجعت بعد فترة وشاركت في أعمال زي السبع بنات، وآخر أعمالها كان مسلسل لعبة نيوتن اللي اتعرض في رمضان 2021 وشارك فيه نجوم كبار زي منى زكي ومحمد ممدوح.